الخديوي إسماعيل، فعلى الرغم من أنه تلقى علومه في فيينا النمسا ثم في باريس، فنحن لا نتوقع أنه بجرة قلم أو بين عشية وضحاها أنه يزيل كل الرواسب التي ترتبت عن الأجيال السالفة لتمييز بين المسلمين والأطراف، لكننا نلمس منه روحا تميل إلى العدالة. فأحد كبار الموظفين أرسل له في سنة 1863 يطلب مشورته ورأيه فيما يختص بقبطي يريد أن يعتنق الإسلام، فرد عليه الخديوي إسماعيل، كلام ده 1863، قال إن خليل عوض الحاوي اللي هو الشخص اللي بيتقدم للإسلام، إن خليل عوض الحاوي من أهالي السلمية ومن طائفة الأقباط قدم عرضا يطلب فيه الخروج عن الدين المسيحي برغبته وبدون إجبار واعتناقه الدين الإسلامي، فإنه يجب استحضاركم قسيس من قسوس الأقباط وعدد من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم بأنه راغب في اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك، لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للشكوى، وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية. فين احنا وفين الحاجات دي دلوقتي؟ ده احنا بنرجع لورا مش بنتقدم، بنرجع. احنا في الحالات المماثلة من فترة من عدة سنوات كانوا يكتبوا لنا عنوان الشخص، واحنا كان ممكن ان احنا نتصل بيه، واذا كان في مشكلة بينه وبين مراته وبينه وبين اسرته نقدر نسويها. يعني كان في حالات كتير ممكن التصرف فيها او معالجتها، فلقوا ان الحكاية دي هي بتجيب نتيجة، قالوا لا ما نكتبش العنوان. واحد من طنطا، واحد من المحلة الكبرى، ويجوز انه ما يكونش من المحلة، انما كلمة المحلة واحد يكون جاي هربان من اهله من الصعيد ونزل في طنطا، بدل قدم الطلب في طنطا يبقى من طنطا. وانا شخصيا اتناقشت معاهم في الموضوع ده، قالوا لا احنا بنحافظ على الامن، لحسن بعدين لو اتعرف عنوانه اهله يقوموا عليه يقتلوه، احنا بنحافظ. انا بجيب لكم امثلة ازاي يعني منذ ده 1863، يعني من 117 سنة كان في عدالة اكثر من دلوقتي. مين يرضى بالكلام ده دلوقتي؟ طبعا هم بيختارونا عشان احد الاباء الكهنة يروح يعطي النصائح الدينية، وبعدين يعطي ازاي؟ الموظف كده قاعد كده وده قاعد قدامه ابونا، يقول له ايه؟ ما يقدرش ينفرد بيه ويتكلمنا في الحكاية دي. انما طبعا الهدف واضح، هم طبعا بيرحبوا بالحكاية دي، وبرضه ربنا موجود. وكانت العلاقة بين خديوي مصر إسماعيل وبطريرك الأقباط كانت على خير وجه. والبطرك في الوقت ده اسمه الأنبا ديمتريوس الثاني، حتى أنهم لما حبوا ينظموا شوارع مصر يعملوها بطريقة حديثة، طبعا كان كلها حواري، وفتحوا شارع كلوبيه. عشان الشارع ده كان يبقى مستقيم كان لازم يمر بالكنيسة اللي هي البطرخانة القديمة في كلوبيه، ويمر بالكنيسة يعني لازم تتهدم الكنيسة. فعرض الخديوي إسماعيل على البطرك، قال له أبني لك كنيسة أفخر من الكنيسة دي، ومقر بطريركي أفخر من المقر اللي انت فيه، على نفقة الحكومة مقابل مرور الشارع معتدلا ومستقيما. لكن البطرك رد على الخديوي إسماعيل قال له إني أتشائم من هدم الكنيسة وكذا ليصبح طريقا
كما أنني لا أرضى للجناب الخديوي أن يوافق على هذا العمل. ولما عرض الأمر على إسماعيل باشا قال: لتكن إرادة البطريرك ولتبقى الكنيسة قائمة كما هي. بدام الحكاية دي هتضايقوا بلاش الناس. لا، ده في ملايين الحاجات اللي بتضايقنا، محدش عاوز يكبر بخاطرنا في حاجة. وأمر الخديوي إسماعيل منح المدارس القبطية الأرثوذكسية إعانات مالية. أنتوا عارفين المدارس القبطية هي أولى المدارس اللي اتعملت في مصر. يكفي أن البطرك كيرلس الرابع أبو الإصلاح فتح أول مدرسة للبنات مش بس في مصر بل في الشرق كله، وكان سابقا لقاسم أمين. إنما حد يدرس بكيرلس الرابع ده يطلع إيه؟ إنما قاسم أمين ده يطلع. وقيل عن الخديوي إسماعيل أنه كان لا يرتاح إلى عمل الإرساليات الأجنبية الإنجليزية والبروتستانتية في مصر، ووضع سفينة بخارية تحت إمرة البطريرك ديمتريوس ليطوف بها. طبعا الوسيلة في الطواف كان نهر النيل، لأن الخط الحديدي كان وصل لأسيوط لغاية دلوقتي، يعني في الوقت ده ما كانش راح حبلي أسيوط. قال له: خد آدي الباخرة، افتقد الشعب بتاعك في كل حتة في مصر لكي يظلوا على ولاء للكنيسة القبطية الوطنية. كما فتح إسماعيل باب الترشيح للأقباط لمجلس الشورى، وعين من الأقباط قضاة. وكان إسماعيل هو أول من طلب منح رتبة البشوية لرجل مسيحي، كان بيطلبها طبعا للسلطان التركي، هو نبار باشا وواصف باشا عزمي الذي كان رئيس الديوان الخديوي كبير التشريفتية، وكان جرجس بن فيشاوي سكرتيرا له، وكان إبراهيم رفايل الصوخي رئيس إدارة السودان بالقاهرة، ودي مناصب كبيرة في الوقت ده. ووصل بعض الأقباط إلى مناصب مدير مديريات مثل جرجس بيه وصفي الذي كان مديرا للمنوفية، وعوض بيه سرور الذي كان مديرا للأليوبية. نأتي الآن كلام عن الثورة العرابية. أنا عاوز أتوقف شوية عن الثورة العرابية لأن في الحقيقة كلام كتير سمعناه. أنا سمعت من ستي وحشة دي. أنا أعتز بستي وأعتز بأمي وأعتز بكل الناس الكبار دول، لأن دول ناس كانوا شهود عيان. هو اللي قالوه صح، إنما الفكرة نفسها يعني